احنا اليوم بساحة النبطية، الساحة اللي شهدت على المجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين الآمنين. احنا اليوم بيوم الانتصار، يوم الانتصار على هذا العدو الغاشم. نوجه رسالتنا من قلب هيدي الساحة انه نحن باقون وصامدون مهما تعالى هذا العدو بعملياته الإجرامية ضد شعبنا. نحن اليوم عم نرفع شعار جديد من قلب مدينة النبطية، انه نحن ما بننهزم وما بننكسر وسنبقى وسنستمر. أنا زرت النبطية خلال العدوان وكتبت عنها أنها بلدتي ومدينتي المنكوبة. كنت كتير حزين، فليت عم ببكي من هالمدينة واللي أصابها. اليوم شاء القدر بعد تقريبا أسبوع من هالزيارة أرجع زورها، بس عم بفتل فيها بتأني وبروية، وبكل زاوية عم بستذكر الناس اللي راحوا، عم بستذكر الحج صادق قدام محله، الدكتور أحمد قدام البلدية، حمود جابر، عم بستذكر كل الشباب اللي راحت استشهدت، وحزين مثل أهل النبطية على هذه المدينة. ولكن هذا قدر لبنان، هذا قدر النبطية، هذا قدر الجنوبيين، إنه نحن نرجع نقوم من أول وجديد. إن شاء الله بنقدر نرجع ننهض ببلدنا، بالسوق التراثي المدمر، ننهض بكل شيء ونستمر بالحياة، ونقدر نثبت لأي جهة كان أنه نحن عشاق حياة، نحن نحب الحياة ونحب التطور ونحب الاستمرار، ولسنا هامشيين ولسنا أي شيء آخر. بالعكس، نحن بدنا مدينتنا ترجع تتعمر أحلى مما كانت، وهذا قدرنا. ولكن بعز علينا بهالصباح اليوم أنه نحن ندخل إلى الجنوب، إلى النبطية، وأن نكون هناك غصة شوي بقلوبنا لأنه فقدنا كتير أحباب. آمل بعون الله سبحانه وتعالى أن يتحقق السلام في هذه الأرض تحت عنوان العدالة الإنسانية والعدالة الإلهية، حتى يكون لنا نصيب وحظ في هذه الحياة الدنيا من خير واطمئنان. وأسأل الله أن تكون النتائج دائما في صالح الخير العام.